أقسم بالله العظيم أن الحادثة هذه أوجعتني وأوجعت كثير من الناس. طبعا الأخ أحمد عيشان الوايلي بيترزق الله ماشي في الخط، بيتلقوا له مجموعة مسلحين ودهم ياخذوا أغراضه ويقتلوه. فالرجال يعني رجال بيترزق الله يعني، فشد معهم بالكلام، خذ وعطى معهم بالكلام من الناس صاملين. فالرجال قام دافع عن نفسه وطرح واحد منهم وأتلف سيارتهم واتحرك ومشى. كان معه بندق طبعا، اتحرك ومشى، وإن في ما يدري إن في سيارة وراهم تحميهم، سيارة هايلوكس فيها ناس. فهو مشى والناس لحقوه لين الطريق هكذا واطلقوا عليه رصاص 4 طلقات وتوفى الله يرحمه. طبعا قبل يتوفى ما مات على طول، جلس نص ساعة. طبعا في الصحراء ما يقدر يتصل لأحد لأنه ما في تغطية، ما في شبكة، ما في شيء. فسجل مقطع صوت بالنص الساعة هذه، الظاهر إن علاقته مع الله حسينة. فسجل مقطع صوت لأهله وحط الجوال في السيارة في التريلة، إن أنا عندي الفلان 600 وأنا عندي الفلان 500 وأنا حتى الولاعة ذكرها، يقول عندي ولاعة ما أدري لمن. فتوفى الرجال الله يرحمه. وأوجه رسالة لهذه القبيلة من دون ذكر اسمها: يجب على القبيلة التخلص من هذا الخزي والعار وعمل ميثاق شرف لكل فرد يعمل بالتقطع وإهدار دمه كائنا من كان، لأن هذا وصمة عار في جبين كل قبيلة يعتز بشرفه وكرامته.